السلام عليكم. سريعا بس كده عشان احنا ما نطولش على بعض. احنا بقى لنا 3 ماتشات علشان نوصل كاس العالم. من ضمنهم ماتش بكره وباقي جيبوتي وباقي غينيا بيساو. ال3 ماتشات دول احنا عايزين نكسب بس فيهم ماتش واحد. قول اصلا كده احنا عندنا جيبوتي ده في الصندوق خلاص، ده مضمون كده 4-5-0. احنا اصلا في الذهاب بتاعنا كنا احنا غالبينهم كام 6-0، وكان ساعتها صلاح جاب سوبر هاتريك. المهم، فاحنا كده خلاص احنا واصلين كاس العالم، واصلين يعني الموضوع سهل ومنتهي. ولكن بخلاف كاس العالم، فين الكوره في مصر؟ فين منتخب مصر؟ ده السؤال المهم. يعني مثلا احنا كده خلاص داخلين على افريقيا، معانا زيمبابوي، انجولا، ومعانا جنوب افريقيا. هنعمل ايه مع الناس دي؟ الفريق اللي احنا بنلعب بيه دلوقتي بالشكل اللي احنا بنلعب بيه ده اللي ما فيهوش كوره، هنعمل ايه مع الناس دي في كاس العالم؟ يعني هل احنا ممكن نعدي الدور الاول؟ اعتقد لا. احنا المنتخب بتاعنا ما فيهوش كوره خالص، ما عندناش كوره. فاحنا لازم حلين. اول حل لازم احلال وتجديد ضروري جدا للمنتخب، اللي هو منتخب الاهلي ده لازم له احلال وتجديد. دي حاجه. الحاجه الثانيه محتاجين نعرف محمد هاني ماسك ايه على حسام حسن. ده لازم نعرفه عشان اللي احنا فيه ده كتير قوي.